السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات جبت لكم واحد الوصفه سهله ماهله ودغيه كتوجد. هادشي الا حرتي في الفطور ما عرفتي ما توجدي ودعقك الوقت، وجديها بالخف، ما كتاخدش منك وقت طويل بزاف، ساهله بزاف، والاهم كتجي بنينه وكتجي زوينه الصراحه، وكتنفع حتى للكود ديال الوليدات للمدرسه، وهذا كتجي زوينه. شوفوا معايا الشكل ديالها كيفاش داير، ونخليكم تكتشفوا المكونات وطريقة التحضير. وبسم الله على بركة الله. المكونات عندي واحد 3 البطاطات متوسطين، عندي 4 الحبات ديال البيض، عندي شوية ديال الكاشير محكوك، وعندي الزيتون مقطع، انا خلطت ما بين الخضر والكحل، وعندي شوية ديال الموتزاريلا، وعندي العطرية اللي فيها الكمون، شوية الملحة، شوية البزار، شوية التحميرة، شوية سكينجبير، وواحد المعلقة كبيرة ديال القزبر ومعدنوس. غتخلطوا كلشي البنات على ديك البطاطا تكون مسلوقة، تكونوا منقينها مغسولة وسلقوها في شوية الملحة، متخليوهاش تسلق بزاف حتى تعجن، مهم طيب وصافي، ما غير ما تعجنش. صافي كتصفيوها وكتاخدوها ديروا فيها دوك المكونات كاملين. وهنا البنات انا ضفت عندي الزيت ديال الثومه، درت منه واحد المعلقه كبيره. لا عندكم الزيت الثومه ضيفوه، ما كاينش غديروا بودره الثوم او لا تحكوا واحد 2 فصوص ديال الثوم، كيعطيها واحد النكهه زوينه الصراحه. صافي مورا ما خلطت كلشي غادي نضيف البيض ونعاود نخلط كامل هذاك الشيء، تنحس بالبيض تلبس ليا داكشي كامل، البطاطا كامله والمكونات كامله. كتجي ساهله هاد الوصفه الصراحه وبنينه. انا البنات اختاريت نديرها في هاد المول ديال الكاب كيك. كتشدوه كدهنوه مزيان مزيان بالزبده، من الاحسن الزبده باش كتحمر هذاك الشيء، كتحطوهم بحال هكاك. كتعمروا هادو اللي بغيتوهم يجيوكم فرديين. هادشي علاش قلت لكم كتصلح بزاف للكوتي ديال الوليدات. شي مرات كتحيري ما كتعرفي ما ديري ليهم، هاد الوصفه سهله. ممكن البنات تضيفوا معاها تقيطعات ديال السدر، او لا ممكن اللي بغيتو ديروا شي اضافه ممكن تضيفوها وتخليوها بحال هكاك تجي بنينه بحال هكا. اللي ما عندهاش المول ديال الكاب كيك راه ممكن ديرها في دقه واحده، يعني ديرها في مقيله ولا و... وديرها كامله يعني بحال الخبيزه. دخلتها الفران مورا ما كملت التقاديده ديالهم. الفران اللي كان سخون دخلتهم حتى تحمروا وطاب البيض مزيان. باش كتعرفوا البيض طاب كتكوهم بواحد الموس ولا، وكتشوفوا الا خرج ناشف يعني البيض طاب. صافي وكتخليوهم يبردوا شويه وكديموليوهم، كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو زوينين الصراحه والله العظيم، اللي كيجيو زوينين وبنان. كنتمنى البنات تجربوهم، وكيف العاده اللي جربتها ما تنساش خليها ليا في كومونتير. ومرحبا بالبنات الجدادات واللي اول مره غتشوف القناه، ما تنساش تضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد. والسلام عليكم، نتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله.